يا مساء الأنوار عليكم، أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. عاملين إيه؟ وحشتوني أوي. بارت 2 أو الجزء التاني للسوق. زي ما انتوا عارفين المرة اللي فاتت كنت في سوق درب البرابرة، ووريتكم طبعا بعض مقتطفات كده حلوة، إن شاء الله تكون يا رب تكون عجبتكم. والمرة دي بقى هنروح درب سعادة. السوق ده على فكرة أنا حاولت كتير قوي ألف عليه قبل كده، ما عرفتش أوصل له. المرة دي بقى في واحدة كده فاعلة خير، ربنا يجازيها خير، وصلتني لحد هناك أو ورتني الطريق بالظبط. فحقيقة السوق هو على فكرة يعني شارع صغير، مش أنا كنت فكرت بقى عالم تاني كبير زي درب البرابرة كده. بس لا، لقيت إن هو سوق صغير قوي، كلها مولات بتاعت يعني صيني وحاجات، حاجات اللي هي بتاعت العرايس. فبصراحة هو كان سوق يعني صغير وكل حاجة، بس بصراحة يعني فيه كل حاجة. آم، وخصوصا في معرض اسمه كريستال، حقيقة عنده حاجات حلوة جدا وتشكيلة حلوة قوي. عجبني جدا، وقلت بقى ان شاء الله احط لكم اللينك بتاعه وكمان الكارت بتاعه، اللي حابب حد يروح يشوف عنده الاشكال والحاجات الحلوة اللي موجودة. وان شاء الله يا رب تعجبكم. بصوا بقى، مش هطول عليكم، بسرعة نشوف مع بعض جولتنا، واتمنى طبعا تعجبكم. يلا باي باي. تعالوا بقى نشوف مع بعض ونتفرج سوا. الصواني دي قد ايه شكلها حلو جدا. انا بحب دايما الفضيات او السيلفر عموما في يعني في الحاجات بتاعت الانتيكات بتاعت البيت. طبعا دي بونبونيرة شيك حلو قوي، شمعدانات، شيالة، بسكويت وحاجات بتاعت العرايس بقى وكده. الشيالة دي عجبتني جدا، اللي هي العجلة. بس لما شفت اللي بعديها طبعا كانت تحفة، سألت عليها، عاملة حوالي 750. بصراحة تستاهل، شكلها تحفة جدا جدا جدا. دي بونبونيرة برضو، عاملة بتاع 550 أو 600 حاجة زي كده. طبعا الأسعار يعني سامحوني مش قادرة أحفظها قوي، لكن بصراحة أسعاره مش وحشة، وفي حاجات مبالغ فيها شوية، ممكن نحاول ننزل معاه كده شوية وبتاع، لكن في حاجات تانية أسعارها هينة وحلوة أوي. طبعا ده الطقم بتاع الأنتريه، علبة المناديل، باسكت القمامة. بصوا أشكال وأنواع كتيرة قوي زي ما تحبوا بجد. السيلفر في القطع الحلوة دي بتدي كده رونق وشياكة حلوة قوي في البيت. هنروح بقى المقطع تاني خالص، التوابل بتاعة المطبخ. آم، عايزة اقول لكم اشكال حلوة جدا جدا، في حاجات بصراحة عجبتني قوي. طقم زي ده لذيذ برضو، ده عسل بجد. كاجوال قوي وفي نفس الوقت حلو جميل وكبير على فكرة، مش صغير. عايزة اقول لكم كمان الاسود اللي فوق ده، يعني بص كل واحد وذوقه، ما عجبنيش قوي. اللي فوقي برضو كان لذيذ وحلو يعني كيوت كده. النوع ده برضو حلو يعني لذيذ. انا بوريكم كل الاشكال والانواع. وده كمان شكل تاني، عنده بجد اشكال كتيره جدا من التوابل بالذات يعني. اللي بيحب الابيض، اللي بيحب الالوان، اللي بيحب الحاجات اللي هي المودرن. ده مشهور يعني، الطقم ده انا شفته كتير قبل كده وقديم شويه. وجوله اتفرجوا معايا شوفوا عايزه اقول لكم المكان بجد مش بعيد عن الشارع، يعني هو في نفس الشارع، بعد محل او اتنين على اليمين. مش ما يتوهش. محل كبير قوي ما شاء الله، وعنده يعني حاجات فعلا كتير قوي. ده عجبني برضو، ده موديل يمكن قديم شوية. ده بقى للبنانيت الصغيرين اللي بيتجوزوا زنطاطين بجد. ألوانه لذيذة بصراحة، عجبتني قوي. دي بقى بالنسبة لي يعني بتبقى أصغر شوية وأطول، نوع تاني برضو مختلف شوية. وده كمان حلو، ده حلو وحسنه كتير. يعني ياخد توابل مع الشاي مع القهوة مع السكر، يعني ياخد يعني مجموعة أكبر شوية. حلو ده برضو.
ده انا قربت منه عشان بس بتأكد من لونه ما كانش واضح في الإضاءة قوي. ده برضو لذيذ قوي، عجبني، حلو. ده بقى كان مقطع تاني. الطقم الكيوت ده بتاع القهوة حلو جدا، بس عجبني اللي جنبه اكتر. الستاند بتاعه خشبية، فكان له لمسة حلوة مختلفة، وفيه منه لونين. دي كانت جولتنا النهاردة في درب سعادة. ان شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو، اتمنى طبعا يعني تكونوا استمتعتوا معايا، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. يلا وباي باي.